لو كانت الاهرامات مقابر فلازم يكون فيها مومياوات ملكية، لكن الحقيقة عكس كده. دكتور مارك لينر اشهر عالم في مجال الاهرامات بيقول ان كل الاهرامات المكتشفة في مصر اللي عددهم بيزيد عن 120 هرم زي ما قلنا، ملقوش في ولا واحد منهم اي مومياوات لاصحاب الهرم. وحتى الهرم الاصغر للملك منقورع اللي دخله المستكشف هاورد فايس في القرن ال19 ملقاش جثمان الملك جواه، لكن لقى جثة متحللة ترجع للأسرة 26، يعني بعد وفاة الملك ب2000 سنة. يعني بكده الهرم ده تم استخدامه بعدين بس مش اكتر. وهرم خفرع لما دخلوا بلزوني لقى فيه بقايا عظام في الناموس الجرانيتي، ولما بعتها تتحلل طلعت عظم طور مش انسان حتى. وفي هرم زوسر لقوا ما يقرب من 60 مومياء بس كلهم من العصر البطلمي، يعني بعد بناء الهرم ب 2400 سنة. طيب دلوقتي في ناس بتقول ان السبب وراء ان مفيش مومياوات في الاهرامات هي ان كل المومياوات دي اتسرقت في عصور الاضمحلال. وهو فعلا في اهرامات اتسرقت زي هرم منقورع اللي مثلا اتسرق منه التابوت بتاعه، لكن مش هو ده السبب ان مفيش مومياوات بداخل الاهرامات. وكمان احنا عندنا حالة مؤكدة لم يتم فيها سرقة الهرم، وفي سنة 1954 في منطقة سقارة كان الدكتور زكريا غنيم بيقوم بالتنقيب في هرم الملك سخم خت، ولحسن الحظ لقوا التابوت سليم ومقفول ومحدش فتحه قبل كده، وكمان موجود في غرفة كانت متقفلة ب3 حوائط، واستغرقوا ساعتين كاملين في فتح التابوت. بس المفاجأة انهم لما فتحوا التابوت لقوه فاضي تماما. طب هل ممكن التابوت ده كمان يكون اتسرق؟ وده اكيد شيء مستحيل، لان اللص مش هيهتم بعد سرقة المومياء بانه يبني 3 جدران ويقفل التابوت من تاني. والاكتشاف ده مهم جدا لانه بيرد على فكرة سرقة المومياوات، والفكرة اللي بتقول ان الاهرامات مجرد مقابر حبستنا في تفسير واحد لكل حاجة. اي حاجة نلاقيها جوه هرم تبقى تخص الدفن من غير ما نفكر في اي حاجة تانية.